مخاض مؤلم، مخاض موجع، فيه آلام وأوجاع وأحزان، بكاء وانصراف للعالم عن المسلمين، وإن العالم اللي بينادي بحريات الإنسان وحق الإنسان في الحياة يأتي عند المسلمين يدير ظهره لهم. المسلم هو الوحيد اللي ملوش حق في الحياة. فاحنا في مخاض، نتيجة هذا المخاض ولا شك خير كبير ونصر عظيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما دعا إلى ربه عز وجل، وعمه أبو طالب كان بينصره ويحوطه ويمنع الناس من أنهم يؤذوه. أهل مكة جميعا اتفقوا وتحالفوا وكتبوا صحيفة ووضعوها داخل الكعبة. هذه الصحيفة بنودها الحصار الكامل والشامل لرسول الله وللمسلمين ولمن ينصر رسول الله حتى ولو كان من المشركين. هي أن لا يبيعوا من بني هاشم ولا يبتاعوا منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم ولا يطعموهم ولا يطعموا معهم. صحيفة كانت في غاية الجور، وجميع المشركين في مكة تعاقدوا وتعاهدوا على أن يطبقوا بنود هذه الصحيفة وعلقوها في الكعبة. واضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في شعب أبي طالب، منطقة في مكة المكرمة، حصار، لا أكل لا شرب لا ملابس لا معاملة، حصار كامل وشامل. على مين؟ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم 2 3 شهر 2 3 3 سنوات دام الحصار على رسول الله وأصحابه في الشعب. 3 سنوات لا يأكلون لا يشربون لا يجدون ما يأكلونه إلا ورق الشجر أو شيء كان يواريه سيدنا بلال تحت إبطه. مين اللي كان بيتحاصر؟ النبي محمد. عمل إيه النبي محمد؟ ولا شيء ولا شيء. أتقتل رجلا أن يقول ربي الله بس؟ لأنه يقول ربي الله يحاصر ويبعد ويمنع ويقاتل. ودام الحصار 3 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين دخلوا معه في الحصار لم يجدوا شيئا يأكلوه إلا ورق الشجر، ولمدة 3 سنوات. ثم ماذا كانت النتيجة؟ أعتقد وهم في وقت الحصار كانوا يظنون أن الدنيا أغلقت في وجوههم، وأنه لا ناصر لهم، وأنه خلاص بيضيعوا، وأن احنا خلاص حنموت من الجوع وبناكل ورق الشجر. أنا أعتقد عامة الناس كان كده في الوضع ده، بخلاف النبي طبعا لا شك عنده يقين في الله. لكن ماذا كانت النتيجة؟ ينفك الحصار بمعجزة، ويخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أكل هو وأصحابه ورق الشجر وصبروا وثبتوا على موقفهم. ثم ماذا كانت النتيجة؟ 10 سنوات بالضبط من حادثة حصار مكة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة فاتحين. 10 سنوات وأقل. وهذا النبي ومن كان معه من هؤلاء المستضعفين المحاصرين